السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف النهارده مع بعض، فيديو جميل جدا ورائع ان شاء الله هيعجبكم. وبداية الفيديو احب اشكر كل اخواتي الجزائريين على حبهم ودعمهم لينا وعلى تشجيعهم وعلى تعليقاتهم الجميلة. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. عقد من الزمن بعد تصنيف الشدة التلمسانية كتراث عالمي للبشرية من طرف منظمة اليونسكو، الجزائر تباشر الإجراءات من أجل اقتراح الزي التقليدي النسوي لشرق الوطن ضمن قائمة التراث الثقافي الغير مادي. وبالمناسبة جمع المركز التفسيري لللباس التقليدي بتلمسان بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي أن ننظم اليوم حفلا أو عرسا سواء علميا وفنيا. كان اليوم عبارة عن ندوة علمية خصصت للباس الشرق الجزائري تحت شعار اللباس الجزائري من التأصيل إلى الاستمرارية. ألبسة مثل القفطان التلمساني وكل ما ترتديه نساء الشرق الجزائري موروث ضارب في عمق التاريخ يتحدى محاولات السطو عليه من خلال تصنيفه عالميا. القفطان الجزائري إن شاء الله يكون اليوم وغدا جزائري، ونفتخروا به ونفتخروا بكل الألبسة الجزائرية تاعنا ونحافظوا عليها لأنه تراث جدودنا. لازم المثابرة. القطعة هذه تتجاوز 100 سنة، تتجاوز 200 سنة افيك لي بيجو هذوك مع مجوهراتهم ومع كل شيء يخص اللباس التقليدي الجزائري. القسنطينية والعنابية وأزياء أخرى تسعى وزارة الثقافة لحمايتها بعد أن نجحت المرأة الجزائرية في الحفاظ عليها لقرون من الزمن. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. استنوا ان شاء الله فيديوهات اكتر واكتر عن دولة الجزائر. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.